السلام عليكم اخواني واخواتي. جيت اليوم في هذا الفيديو باش نعاود لكم واحد القصه غريبه. واحد القصه انا الوصول حبس ديالي معاها. واحد السيد هذه 5 سنوات من 2017 وهو متبع معايا في يوتيوب، في فيسبوك، في انستغرام، في تيك توك، كيكومونتي على الفيديوهات ديالي اللي تلوح 5 anni. 5 سنوات من العمر ديالو ضاع وراه انا ما كنعرفوش، ما عندي به. يعني هادو عجائب وغرائب ديال الحياه اللي ممكن الانسان يتلقاهم في حياته. 5 anni انا ما كنعرفو، ما عندي معاه علاقه، ما عندي معاه شي باساطو ولا عارفو شكون. يعني داير التصويره ديال البروفيل ديالو، داير داك الشيخ الشعراوي الله يرحمه اللي مات، وكاتب محفوظي ولا محفوظ لطفي، شي حاجه بحال ما هكا في البروفيل ديالو. وهاد الشخص دا 5 anni هو كيكومونتي في لي فيديو ديالي ومتبع معايا في كل فيديو درت، كل عمل قمت به الا وكنلقاه هو الاول كيكومونتي. كومونتيرات عدو جميله، يعني كومونتيرات البغل، الحمار، العروبي، الشتم والسب بشتى الانواع ديالو. تصوروا هاد السيد عاد كيرد ليا البال اكثر من ولادي، يعني راد ليا البال كويس تشيتي، يعني كوزي طانطو ما كوزي طانطو باش يجي ويشتم ويكريتيكي اي عمل قمت به. دا 5 anni 5 سنوات راه ماشي سهله. وانا اليوم جاتني الفكره، قلت نديديكيلو واحد ال5 دقائق. مهما واحد عطاك 5 سنوات من عمره خاصك تعطيه حتى واحد يعني انا الوقت باش انا نهضر على هذا السيد هذا. ناقصني انا سالا معايا، ما نعرفو، ما عارفو شكون. ما عندي انا دوك الاعداء اللي نقدر نقول هذا داير شي حاجه اللي هذا السيد 5 سنين هو تابعك في السوشيال ميديا، متبع معاك، كيشوف اي عمل ديالك، اي عمل كيكريتيكيه، واي عمل كيدخل يبدا يسب. السب والشتم. دخلوا رجعوا الفيديوهات غتلقاو 5 anni هو متبع معايا، وسط لي كومونتير كيفصل وكيعاير ويشتم ويعني ما شاء الله. انا الوصول ديالي حبس. تقدر مثلا ممكن دير فيديو وينوض واحد يعايرك ولا يسبك عادي جدا، تلقاه هو ما تعرفش دواه ولا ما بيتش في دارهم ولا عنده شي مشكل ولا هذاك كيصوفري ولا مريض ولا عنده شي حاجه معاك ولا داير ليه شي حاجه ولا ماسو في شي حاجه ولا قيسو في شي حاجه، كينوض يكومونتي فباني اتشيطابي اللي مهضوم. ولكن باش 5 anni تحيدهم من العمر ديالك، من الوقت ديالك، وتتبع مع واحد الانسان و5 سنوات وانت كتشتم وتسب فيه وهو ما مسوقك، ما راد لك البال، ما تيوقف يتلاحظ معاك، ما تيتجاوب معاك، وتبقى تكون تينو تشوفوا لنا غرانديسيما فورسا دي فولونتا، واحد الاراده قويه عند واحد الانسان باش ينوض بحال ما هكا ويعطيك لك الوقت كالسيف فان لم تقطعه قطعك. الانسان عطيه المال ديالك، عطيه اي حاجه وما تعطيش الوقت، لان الوقت عارف لما تعطيه الوقت يعني خاص الانسان يشتغل الوقت في واحد الحاجه اللي تفيده في المستقبل ديالو، تفيده في الدنيا ديالو، تفيده في الاخره ديالو، تفيده في الدين ديالو، تفيده في المصالح ديالو، تفيده في يعني في العمل للغير ديال ايجابي، شي عمل ايجابي اللي ترحم عليه والديك، شي حسنه جاريه. اما باش تبقى 5 سنوات وانت كتسب واحد الشخص وداك الشخص ما داير لك والو، ما بينك وبينه والو، ما تيعرفك، ما تتعرفوا، يعني عا كتشوفوا في السوشيال ميديا، كتشوفوا في فيديو وتبقى 5 سنين وانت متبعو 5 سنين وانت تشتم فيه. الله يعفو عليك. انا كنطلب من جميع المتابعين ديالي يدعيو واحد دعوه الخير مع هذا السيد، واحد دعوه الخير، واحد الدعوه ديال الخير، واحد الدعوه اللي يعفو عليه الله سبحانه وتعالى من هذا العمل هذا اللي كيقوم به، لان هذا العمل يعني هو بحد ذاته مهلك، فيه التهلكه، فيه المهلوكه، وفيه الهلاك ليك انت اللي 5 سنين وانت متابع واحد الشخص ما كتعرفو، ما تيعرفك، ما تتعرفو، ما تيعرفك، كتشوف عليه غير فيديوهات، ما طالع حياته الشخصيه، ما طالعش على التعب اللي كيتعب، ما طالعش على العمل اللي كيتعب، ما طالعش على الدوافع اللي كتدفعه هو باش يقوم بواحد العمل اللي كتشوف فيه هو نايض كيخدم.
كيكريتيكي اي حاجه درتها. تصور ما انت الصباح باغي نبيع كوموندا واحد الكليان، هزيتها شريتها درت واحد الفيديو بانت لي المنطقه كامله محطوطه، قلت غندير واحد الفيديو دابا تسمر والمنطقه تباع دابا، يعني باش الناس تواصل. خليت النيميرو التليفون لسطيح الصناعه تبدا البغل العاير كتجيب لي القياق. وسبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ولله شأن في خلقه يعلمه إلا هو، عالم الغيب والشهادة، وعالم بداكشي اللي في الصدور ديال الناس، وعالم على داكشي اللي في القلوب ديال الناس. يعني واحد انسان ملي جيت نحقق اشنا هو هاد سميتو حسد واضح، حسد. حسد يعني باش تشوف واحد الانسان غادي كيخدم على ولادو، غادي كيخدم على كيقدم واحد الخدمه للمجتمع ديالو، كيحاول يكون في المساعده ديال المجتمع ديالو، كيحاول يكون يعني في خدمه الاخرين، في خدمه الناس، في خدمه الجاليه المغربيه ديالنا هنا في ايطاليا. وتنوض وتبقى تشتم فيه اوني جورنو بارتشينكواني، الله يعفو عليك. والله الخو ديروا يديكم، رفعوا يديكم للسماء، نطلبوا لهذا السيد العفو، يعني يعفو عليه الله من هذا الابتلاء اللي ابتلاه الله سبحانه وتعالى. وقال لك عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. وانتم لا تعلمون. الله اللي عالم بهاد احوال الناس. كاين احوال اللي سبحان الله يعني كاين معاناة كثيرة، كاين أناس تعانيو، كنسأل الله ليهم العفو والتوبة من هاد الأعمال هذه، من هاد الأعمال هذه. يعني الكلام عنده واحد البيزو. وكنشكر كل جميع من كان يساندني، وجميع الناس اللي كيثيقوا فيا، وجميع الناس اللي كيتواصلوا معايا في إيطاليا كاملة، اللي كيتواصلوا وكنبعث لهم السلعات المحلات ديالهم، وعندي معاهم واحد العلاقه جميله، علاقه الحب، علاقه ديال الاخوه، علاقه ديال لا بيرسيفيرونس. كيشوفوني كل نهار كنحاول يعني نكون في الخدمه ديال الاخرين، وما بقاش عندي داك الوقت فين ندير فيديوهات ونتكلم كيف كنت في الاول. يعني كنت خدام في واحد الخدمه اخرى اللي كتخلي لي داك الوقت، كنلقى داك الوقت فين ندير فيديوهات في يوتيوب، فيديوهات في فيسبوك، فيديوهات في تيك توك، فيديوهات. اليوم اصبحت واحد الرجل خدام عنده واحد المشروع غادي به لقدام، اللي ما كيسمحليش الوقت، ما كيكونش. بعض المرات ما كنعس حتى لواحد الليل، عاد كنعس مع الصباح. فاني الصباح كتصبح فيق عاوتاني كتمشي كتحاول تجري على راسك وكشت هذا السيد هذا. يعني سبحان الله الوقت اللي عطاني هذا السيد هذا. تصور هذا الوقت اللي عطاك هذا السيد. قلت انا اليوم غنعطيه هاد شي مينوتي ديالو خالصه باش نطلب من المتابعين ومن الاخوه ومن الاصدقاء ومن العائله ومن جميع اللي كيعرفني يرفع يده للسماء ويدعي واحد الدعوه الخير لهاد. ما بغيتش نقول اللهم كثر حساد، انا قلتها له في الكومونتير، لان واحد الكلمه اللي كتجيني انا فيها شويه ديال المس، فيها شويه ديال بروفوكاسيون. انا ما باغيش لا بروفوكاسيون، ماشي هذا الفيديو درته من اجل لا بروفوكاسيون باش نبروفوكيه، ولكن ندعيو له دعوه الخير بالشفاء، وندعيو له دعوه الخير يعني بالعفو، يعفو عليه الله سبحانه وتعالى من هذا الاثم. انا مسامحه دنيا واخره، يعني انا مسامحه امام الله سبحانه وتعالى بكل الشتم وكل يعني هاد الشيء اللي داروا طيله هاد 5 سنوات. وملي كنشوف البروفيل ديالو داير القران، داير ايات ديال القران، داير الشيخ، يعني داير مصور تصويره ديال الشيخ الشعراوي اللي توفى الله يرحمه. توفى هذه شي 5 سنين ولا 7 ولا 10. شيخ كان من شيوخ المسلمه المعروفه على الصعيد العالمي، يعني من الداعيات ديال الاسلام. ديروا في البروفيل ديالو، الاسم ديالو راه محفوظ لطفي شي حاجه بحال ما هكا اللي دايره في البروفيل، الله اعلم باسمه الحقيقي. مهم هاد السيد 5 سنوات هو مسكين، يعني تعبان، واحد التعب، واحد المشقه، واحد الجهد، واحد داك اللي لو داروا في حياته كان غيمشي بعيد. لو اجتهد في الحياه ديالو الشخصيه كيف كيجتهد يشتمني انا في لي كومونتير لا مشى بعيد. كنسال الله سبحانه وتعالى من القلب
الخالص يشفيه ويرد بحاله، يعني ويتوب الى الله سبحانه وتعالى ويرجع يرد الله ردا جميلا فيما يحبه ويرضاه. دعوا معي الخوت، لان مهما اعطاني 5 سنين من عمره اعطيته هذه 10 دقائق. نتمنى له العفو من الله سبحانه وتعالى. كنشكركم اخوتي وكنحييكم، والله يعفو علينا، واللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.